بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها صوفيا وبتكون شغالة في محل ملابس في مدريد، وصوفيا بتكون عايشة في مدريد مع حبيبها ناتشو من 3 سنين. وناتشو بيشتغل في العقارات وبيكون ناجح جدا في شغله وبيحلم يفتح شركة عقارات كبيرة. أما صوفيا بتتمنى وظيفة تانية غير مندوبة المبيعات دي عشان زهقت منها، فبتقدم على أكتر من وظيفة في شركات كبيرة عشان تشتغل مديرة أعمال، وبتتقبل في وظيفة في شركة ملابس كبيرة فبيتصلوا بيها عشان ميعاد الانترفيو. ولما بتروح هناك بتلاقي في بنات كتيرة جدا مقدمة في نفس الوظيفة، لكن هي اللي بتتقبل في الوظيفة دي بسبب شهادتها الجامعية وخبرتها. وبتقول لها باتريسيا صاحبة الشركة إنها هتستلم الشغل من تاني يوم، فبترجع البيت بسرعة عشان تقول لناتشو حبيبها إنها اتقبلت في الشغل، فبيعرض عليها إنهم يتعشوا في مطعم في مدريد، فبتوافق صوفيا. ولما بيروحوا المطعم بيقول لها ناتشو إنه بيفكر يرجع لدولة كولومبيا مرة تانية لأنه عاوز يفتح شركة عقارات في مدريد، لكن الفلوس اللي معاه مش هتكفي يفتحها هنا. فبتقول له صوفيا إنها لسه مستلمة الشغل ومش عاوزة تسافر لأي مكان في الوقت الحالي، فبيتضايق ناتشو وبيحس إنها أنانية وبتفكر في نفسها. وبعد كام يوم بتكتشف صوفيا إنها حامل، فبتفكر إنها تجهض الطفل لأن باتريسيا هترفدها من الشغل لو اكتشفت إنها حامل، خصوصا إن باتريسيا ما بتشغلش معاها ستات متجوزة لأنها شايفة إن الست السنجل بتنجح في شغلها أكتر لأنها على طول مركزة في الشغل وبس. فبتقرر إنها مش هتقول لناتشو على موضوع الحمل ولا هتقول لباتريسيا عشان ما تترفدش من الشغل، وبتروح الكنيسة عشان تاخد إذن الإجهاض الطفل. وتاني يوم بتروح للشغل وبتكون باتريسيا في اجتماع، فبتستناها صوفيا لحد ما بتخلص وبتروح عليها نومة وهي قاعدة على الكنبة، وبتصحيها باتريسيا بعد ما بتخلص اجتماعها عشان تروح. وتاني يوم في الشغل بتحضر مع باتريسيا عروض الأزياء الجديدة للشركة، وبتثبت إنها شاطرة جدا في التصميم وكمان بتعدل على المصمم بتاع الشركة. فبتفرح باتريسيا جدا بذكاء صوفيا وبتقول لها إنها شاطرة جدا وهتترقى بسرعة. وبعد كام يوم بتلاحظ باتريسيا إن صوفيا متوترة وظاهر عليها أعراض الحمل، فبتاخدها معاها للبيت وهناك بتسألها لو كانت حامل، فبتقول لها صوفيا إنها ناوية تجهض الطفل ومش هتقول لحد عليه. فبتاخدها باتريسيا لعيادة كريستينا أختها عشان تكشف عليها، وهناك بيتأكد إن صوفيا حامل والطفل بدأ يتكون في بطنها. فبيرجعوا على بيت باتريسيا مرة تانية، وهناك بتقترح عليها باتريسيا إنها تتبنى الطفل ده وتاخد من صوفيا أول مولود يتولد، وعشان محدش يعرف الاتفاق اللي ما بينهم ده هتفضل صوفيا عايشة في بيت باتريسيا لحد ما تولد الطفل. فبتوافق صوفيا وبيتفقوا إنها تخبي على حبيبها ناتشو إنها حامل. وتاني يوم بيقابلوا المحامي بتاع باتريسيا عشان يتفقوا على تبني باتريسيا للطفل ده. فبيقول لها المحامي إنها هتقول لحبيبها ناتشو إنها مسافرة لندن عشان تشتغل في فرع الشركة اللي هناك، وإنها هترجع بعد 9 شهور، وباتريسيا هتتبنى الطفل وهيعيش معاها في مقابل إن باتريسيا هتدي تعويض مادي كبير جدا لصوفيا عشان تتنازل ليها عن الطفل، وكمان هتحقق لها كل طلباتها. فبتوافق صوفيا على كلامهم وبتروح بعد كده البيت. وتاني يوم بتقول لناتشو إنها مسافرة لندن عشان الشغل وإنها مش هترجع قبل 9 شهور. فبيتعصب عليها ناتشو لأنها قبل كده رفضت تسافر مع كولومبيا وحاليا جاية تقول له إنها عاوزة تسافر للندن. فبيفتكر هنا إنها بتنفصل عنه فبيطردها وبيقول لها إنه مشغول. فبتروح صوفيا لبيت باتريسيا عشان تقضي فترة الحمل هناك، لكن باتريسيا بتنقلها لبيت تاني بعيد عن المدينة وبتتحجج إن ده عشان محدش يشوفها وهي حامل، فبتنقلها فعلا للبيت التاني. وهناك بيبان على باتريسيا إنها شخص متحكم جدا وبتقفل كل الأبواب بتاعة البيت وبتراقب صوفيا بالكاميرات، وكمان بتستغل نوم صوفيا وبتخبي الموبايل بتاعها عشان ما تقدرش تتكلم مع حبيبها ناتشو أو حتى تتكلم مع أي حد تاني خالص. وبتبدأ باتريسيا هنا تظهر على حقيقتها وبيبان إنها متسلطة جدا وبتتحكم في كل حاجة بتعملها صوفيا وبتجبرها على تمارين معينة عشان الحمل، وبتضطر صوفيا إنها تعمل التمارين دي غصب عنها وما بيكونش قدامها أي فرصة للهروب من تحكم باتريسيا، وده لأنها مراقباها بالكاميرات طول الوقت. وبمجرد ما تفكر تهرب هتقبض عليها باتريسيا وهتخسر كل الحاجات اللي اتفقت مع باتريسيا عليها. وبعد كام شهر بيبان على صوفيا الحمل وبتمنعها باتريسيا من التواصل مع أي حد حتى الخدامين، لكن صوفيا في الوقت ده بتكون عاوزة تكلم ناتشو فبتقرر إنها تطلب تليفون جديد من باتريسيا. وفي يوم بتستنى باتريسيا ترجع من الشغل وبتطلب منها تكلم ناتشو، فبتوافق باتريسيا بشرط إن المكالمة تكون قصيرة. فبتتصل صوفيا بناتشو وبتطمن عليه وبتقول له إن الموبايل بتاعها ضايع وبتحاول تبين له إن باتريسيا بتتحكم فيها لكنه ما بيفهمهاش. فبتقفل مع المكالمة عشان باتريسيا طلبت منها ده. وتاني يوم بتعرف باتريسيا وهي في الشغل إن صوفيا كدبت عليها بخصوص دراستها وخبرتها في الشغل، فبتتضايق باتريسيا جدا لأنها كانت واثقة فيها عشان كده عينتها مديرة أعمالها، وبتفكر إنها تطردها من الشغل لكن الأول تاخد منها الطفل. وعلى الرغم من إنها متعصبة منها لكنها مضطرة تستحمل صوفيا عشان الطفل. وفي طريقها للبيت بتشتري موبايل جديد لصوفيا عشان صوفيا ما تشكش إنها خبت الموبايل بتاعها، وعشان تمنعها إنها تتصل بناتشو بتحط جهاز تشويش في البيت وده هيخلي الموبايل ما يشتغل
بتشتغلش خالص. ولما بتسألها صوفيا عن الكاميرات بتبرر باتريسيا انها بتراقب البيت من الحرامية، وتاني يوم بتشتري لها باتريسيا كلب عشان تسلي وقتها. فبتتبسط صوفيا جدا بالكلب وبتقول لها ان الموبايل بتاعها مش جايب شبكة. فبتتظاهر باتريسيا انها ما تعرفش السبب وبتتهرب من الكلام في الموضوع ده. واخر اليوم بتيجي كريستينا البيت وبتسمعها صوفيا وهي بتتكلم مع باتريسيا، وبتفهم انها بتستغلها وهتقتلها بعد ما تاخد منها الطفل. فبتقرر انها تتظاهر قدامها ان كل شيء طبيعي لحد ما تعرف كل حاجة. وبعد العشاء بتنزل صوفيا حمام السباحة عشان تعمل التمارين اللي قالت عليها كريستينا، لكنها بتتعب وما بتقدرش تكمل التمارين دي. فبتجبرها باتريسيا تكمل عشان الطفل وبتعملها بقسوة شديدة وكأنها مجبرة تعمل ده. وبتضطر صوفيا تسمع كلامها عشان الاتفاق اللي ما بينهم. وتاني يوم الصبح بتحاول صوفيا تشغل وقتها في فترة الحمل، فبتفضل تلف في البيت هي والخدامة بتاعتها عشان يستكشفوا البيت، وبيلاقوا أوضة مقفولة في الدور اللي فوق. فبتسأل صوفيا الخدامة عن المفتاح بتاع الأوضة، فبتجيب لها المفتاح. ولما بتفتح الأوضة بتلاقيها متجهزة لطفل، والطفل ده هو ابن باتريسيا لكنه مات وهو صغير. عشان كده باتريسيا بتحاول تعوضه وتتبنى طفل تاني. وتاني يوم بتصحى صوفيا وبتلاقي ان باتريسيا طردت الخدامين اللي في البيت لانها خايفة ان حد يبلغ عنها انها خاطفة صوفيا، لانها بتعاملها وحش جدا وباين جدا انها مجبرة تعمل ده. وفي الاثناء دي بيكون ناتشو مكمل في شغل العقارات بشكل طبيعي، لكنه متضايق بسبب بعد صوفيا عنه، خصوصا لانهم جم لمدريد من 3 سنين ومن وقتها ما افترقوش عن بعض ابدا، ودي اول مرة تبعد عنه فيها. وفي الوقت ده بتكون باتريسيا في الشركة بتتفرج على التصميمات الجديدة، وبتكون مراقبة صوفيا بالكاميرات عشان تعرف كل تحركاتها. فبتشوف صوفيا وهي بتحاول تهرب من البيت وده عن طريق السور، لكنها بتتكهرب وبتقع على الارض. فبتروح باتريسيا بسرعة على البيت عشان تطمن عليها، وبتتصل على كريستينا عشان تنقذ صوفيا لكنها ما بتردش عليها. فبتجيب لها عصير وبتحط لها منوم عشان تنام، وبتسيبها عشان ترجع الشركة مرة تانية تكمل شغلها. وفي الوقت ده بيتصل ناتشو على شركة باتريسيا عشان يوصل لصوفيا لكنه ما بيوصلش لحاجة. فبيروح للشركة يدور عليها، وهناك بيتهجم ناتشو على الموظفين في الشركة، وده عشان يقولوا له على مكان صوفيا لانهم بيكونوا رافضين يتكلموا معاه. واول ما بيمشي بتتصل الموظفة باتريسيا وبتحذرها من ناتشو. فبيروح ناتشو على بيت باتريسيا وبيحاول يدخل البيت، فبتشوفه صوفيا وبتقوله ان باتريسيا مجنونة وخطفتها عشان الطفل، وكمان حطت لها مخدر في العصير بتاعها قبل ما تنزل، وبتطلب منه يتصل بالشرطة وينقذها قبل ما ترجع باتريسيا. فبيحاول ناتشو انه هو يلقط شبكة لموبايله عشان يتصل بالشرطة، واثناء ما هو بيدور على شبكة بتكون باتريسيا في طريقها للبيت، وبتشوف ناتشو وهو واقف على الطريق، فبتخبطه بالعربية وبتقتله وبتداري جثته عشان الشرطة ما تقبضش عليها. وبتروح بعد كده في اخر اليوم للبيت عادي، وبتتظاهر قدام صوفيا ان مفيش حاجة حصلت، وبتدخل تحضر الاكل. واثناء ما هما بيتعشوا بتقوم صوفيا من على الاكل وبتروح المطبخ، وبتجيب حاجة من المطبخ وبتخبط بيها باتريسيا على دماغها لحد ما بتفقد وعيها، وبتربطها لحد ما بتفوق وبتعذبها، وده عشان تعرف منها مكان ناتشو. لكن باتريسيا بتتظاهر انها ما تعرفش حاجة عن ناتشو. فبتقول لها صوفيا انها اكتشفت حقيقتها وعرفت انها كانت عاوزة تقتلها بعد ما تاخد منها الطفل، عشان كده هي قررت تنتقم منها وهتفضل ربطوها كده. فبتحاول باتريسيا انها تستعطفها وبتبدأ تحكي لها عن حياتها الشخصية، وبتقول لها انها نفسها تكون ام وحاولت تخلف كتير لكن شغلها كان عائق قدامها، عشان كده هي طلبت من صوفيا تتبنى طفلها وشافت انها قربت تحقق حلمها. وبتقول لصوفيا لو عاوزة تلغي العقد اللي ما بينهم ممكن تلغيه وكمان تهرب من البيت، لكن صوفيا ما بتهتمش بكلامها وبتطلع اوضتها عشان تنام. وتاني يوم بتاخد صوفيا كل الفلوس اللي في البيت والعقد كمان اللي مضت عليه وبتستعد عشان تهرب. وقبل ما تخرج من البيت بتنجح باتريسيا انها تفك الحبل من على ايديها وبتهجم على صوفيا عشان تمنعها من الهروب. فبتحاول صوفيا تدافع عن نفسها وبتمسك مقص حديد وبتخبط بباتريسيا وبتقتل باتريسيا بالغلط رغم انها ما كانتش ناوية تقتلها. وبتقرر ترجع الارجنتين مرة تانية وتبدأ حياتها هناك، لكن الاول بتدور على حبيبها ناتشو لانها فاكرة انه هو لسه عايش. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.